أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات حكاوي الملاعب. في حلقتنا النهاردة هنتكلم عن أندية بورسعيد والتي تستعد لانطلاق منافسات دوري الممتاز به، الدوري المستحدث والتي تنظمه اتحاد الكرة المصري في ثوبه الجديد. الموسم الجديد طبعا 2023-2024 والتي ينطلق إن شاء الله على ما أعتقد، هو لسه طبعا ما حطوش التاريخ انطلاق هذه المنافسة، ومن متوقع ممكن في أواخر شهر 9 المقبل إن شاء الله. أندية بورسعيد اللي بتنافس في الدوري الممتاز به هم طبعا الأندية الكبار، نادي المريخ ونادي بور فؤاد. نادي المريخ طبعا برئاسة كابتن أحمد جور، راجل جدد الثقة في الكابتن محمد ياسين وجهازه الفني. ربما عنصر أو اتنين اتغيروا في الجهاز الفني. أما في نادي بور فؤاد فالتغيير تم تماما بقيادة طبعا رحل الكابتن أحمد عبد العزيز، الكابتن الزيز، وحل محله طبعا الكابتن أحمد العجوز نجم نادي الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق. النهارده طبعا هنتكلم عن نادي المريخ. نادي المريخ برئاسة زي ما قلنا برئاسة الكابتن أحمد جور، جدد الثقة في الكابتن محمد ياسين، والجهاز الإداري والجهاز الطبي لم يتغير بعد نجاحهم طبعا الموسم الماضي في احتلال صدارة المجموعة السبعة في دوري القسم الثالث، ونجحوا ان هم تأهلوا لدور الترقي الذي كان مؤهلا لدوري المحترفين، ولكن نادي المريخ لم يحالفه التوفيق وصعد نادي النجوم بعد صراع من هذه المجموعة. كان مع اتحاد الشرطة ونجمة سينا، وزي ما قلت طبعا النجوم والمريخ طبعا كان معاهم، وكان التوفيق كان محالفا لنادي النجوم. ونقول لهم طبعا مبروك الصعود لدوري المحترفين. ولكن الثلاث أندية ما خسروش قوي، لأن الثلاث أندية هنشوفهم مع الموسم الجديد في دوري الممتاز به، وكل واحد طبعا في مجموعته. خلينا مع بعض قبل ما نطلع التقرير الذي أعد خصيصا لحلقتنا النهاردة في حكاوي الملاعب، نستعرض مع بعض الجهاز الفني والإداري والطبي لنادي المريخ بالموسم الجديد. طبعا الكابتن إبراهيم جوهر عضو مجلس إدارة نادي المريخ هو المشرف العام على الفريق. الكابتن محمد ياسين المدير الفني. الكابتن محمد ياسين طبعا ابن نادي المريخ، وليه تجربة جيدة جدا مع نادي المريخ وأيضا مع نادي بور فؤاد. ما ننساش ان الكابتن محمد ياسين الموسم ما قبل الماضي هو اللي كان مصعد، نجح في تأهل نادي بور فؤاد للدوري الممتاز به. بيعاون الكابتن محمد ياسين الكابتن الخلوق الكابتن احمد يوسف مدرب عام، ومعاه طبعا المحترم الكابتن ولاء حسن، وبنقول له الحمد لله على سلامتك بعد التجربة ليست بقصيرة مع الكرة السعودية. نقول له الحمد لله على السلامة طبعا الكابتن ولاء حسن. وعلى فكرة هو إضافة ومدرب جيد جدا وإضافة جيدة جدا للجهاز الفني اللي بيقوده محمد ياسين. والعنصر الثاني الجديد طبعا احنا قلنا الكابتن ولاء حسن طبعا إضافة جيدة، عنصر جديد في الجهاز الفني وليس بجديد على المريخ طبعا. مع طبعا الكابتن محمد فاروق المدرب الخلوق الشاب المجتهد. كابتن محمد فاروق طبعا كان الموسم الماضي ما ننساش ان هو كان مع نادي الجمارك وساهم في قلب الجهاز الفني الذي كان يقوده كابتن وليد الشناوي نادي الجمارك الموسم الماضي في دوري القسم الثالث. نجح ان هو يحتل المركز الرابع بعد منافسة شرسة مع كبار الأندية من هذه المجموعة، وهي المجموعة السبعة التي تشرف عليها منطقة الشرقية لكرة القدم في دوري الدرجة الثالثة.
طبعا كان المريخ كان متصدر، البور فؤاد كان وصيف لهذه المجموعة. يليه في المركز الثالث كان نادي الشرقية، مباشرة خلفه كان نادي الجمارك. محمد فاروق مدرب مجتهد جدا، وإضافة جيدة أيضا في جهاز الكابتن محمد ياسين. مش هتكلم كتير طبعا عن الكابتن ياسر سليمان مدرب حراس المرمى. الكابتن ياسر طبعا من أفضل مدربين الحراس المتواجدين على الساحة في الوقت الحالي. أيضا تم الإبقاء على الجهاز الإداري والجهاز الطبي. نتكلم على الجهاز الإداري. طبعا الجهاز الإداري بقيادة الكابتن محمد إبراهيم البوكشا، دينامو وباور نادي المريخ بأكمله. اضاف عليه بس عنصر جديد في الجهاز الإداري، كابتن محمد بطوط. طبعا حبيبي الكابتن محمد بطوط من الناس المحترمة جدا، والناس الناس الكويسة جدا اللي عارفة أدائها وعارفة شغلها. راجل باور عارف شغله جدا، بيحب شغله قوي. إضافة جيدة في الجهاز الإداري لنادي المريخ. طبعا الجهاز الطبي زي ما هو بقيادة أسرة شلبوكة، بقيادة الجميل طبعا الكابتن طارق شلبي، ومع ابنه الشاب المحترم الكابتن عمر طارق شلبي، صاحب الخبرات الجيدة في مجال الطب الرياضي. تعالوا مع بعض نشوف التقرير الذي أعد خصيصا لحكاوي الملاعب. والله احنا بنستعد زي كل موسم. نادي المريخ نادي اسري شويه. الله يكون في عون مجلس الاداره، الالتزامات بتكتر كل ما بنصعد درجه، بس بنحاول واحده واحده. معانا قوام قديم من السنه اللي فاتت على تدعيمات بسيطه، لسه مكملين في التدعيمات. ان شاء الله باذن الله على نهايه الاسبوع القادم ان شاء الله باذن الله يكون التيم اكتمل ان شاء الله، وبنامل في منافسه شريفه ان شاء الله باذن الله يكون الصعود حليفنا ان شاء الله. كابتن احمد يوسف، عايزين نكشف من خلالك ابرز الصفقات التي ابرمت في الميركاتو الصيفي استعداد الموسم الجديد مع نادي المريخ. والله احنا الصفقات بالنسبه لنا بنشتغل عليها واحده واحده كده، وربنا يسهل. في ناس الاسبوع الجاي ان شاء الله هتبقى متواجده معانا، في ناس موجوده في التمرين بنبص عليها، في ناس تجديد تعاقد زي عبد الله ناصر واحمد عبد الرازق، دول اضافه لينا كبيره واضافه للنادي ولاد النادي وكباتن النادي. وفي طارق البليه برضو اضافه للنادي وابن النادي. فاحنا بنعتمد اكتر على البورسعيديه، ابناء البلد ابناء النادي، هم دول اللي بيشيلوا النادي في اوقات الصعبه، وهم دول اللي عارفين ظروف النادي وظروف الظروف اللي احنا بنعيشها جوه النادي. طبعا انت طبعا عارف الانديه الشعبيه غير الانديه الشركات، بتبقى ليها ظروف معينه ومش اي حد يقدر يتواكب على الظروف دي. فاحنا بنعتمد اكتر على اولاد البلد، ولاد النادي المريخ، اللي هم ان شاء الله باذن الله يقدروا يعملوا حاجه، وهم دول اللي هيبقوا قلبهم على النادي، مع بعض الصفقات طبعا اللي هتبقى اضافه ان شاء الله هتبقى متواجده من الاسبوع الجاي، وربنا يكرمنا باذن الله ان شاء الله. نادي المريخ طبعا ده بيتي، انا مش غريب على نادي المريخ. نادي المريخ السنه اللي فاتت عمل موسم هايل، موسم بصراحه كان فيه اداء كويس جدا، وكان متسيد المجموعه من بدايتها، وصعد دوري ترقي. والمريخ هي دي اللي انا عايز اقولها، ان المريخ بيوصل لابعد نقط يعني بصراحه، يعني باقل امكانيات، يعني يعتبر من اقل الامكانيات اللي موجوده. بس هو نادي المريخ نادي كبير، هو ده بقى، هي دي كيان نادي المريخ، هو ده اللي احنا بنقوله وبنشتغل عليه. ان مهما كانت الامكانيات مثلا بتبقى حتى في يعني في المتوسط، بس المريخ طموحاته اكبر. المريخ يعني اللعيبه بتاعته بصراحه اللي بيجي وبيستقطبها يعني بتعيد اكتشاف نفسها في نادي المريخ، حتى لو هو بعيد شويه، او بيعرف يختار اللعيبه كويس، بيعرف يكون فرقه كويسه. بصراحه انا كنت عايز اشكر الجهاز السنه اللي فاتت على الموسم الرائع اللي هم عملوه، واحنا ان شاء الله السنه دي بنكمل باذن الله. طبعا المنافسه هتبقى اقوى، المنافسه هتبقى اصعب. احنا طبعا
لينا حق ان احنا طبعا يعني باسم نادي المريخ لينا حق ان احنا ان شاء الله نكون بننافس على بطاقه الصعود ان شاء الله. في امل باذن الله كبير في اللعيبه اللي موجوده واللي لسه ان شاء الله هتيجي باذن الله ان هم يدخلوا في الفرقه بسرعه. استعدادنا من اول يوم، بشكر كل اللعيبه بصراحه، التزام جيد جدا جدا جدا. وباذن الله هو ده اللي مخلينا ومدينا شعور باذن الله ان احنا نقدر نكمل ونحجز بطاقه الصعود باذن الله، او نكون منافس قوي ان شاء الله في الفتره اللي جايه ديت اللي هي بدايه الدوري دي باذن الله باي شكل من اشكاله، يعني اللي احنا لسه مش متاكدين منه. يعني باذن الله نكون منافس ان شاء الله كويس باسم نادي المريخ، ونشرف بورسعيد باذن الله، ونحجز بطاقه ثانيه باذن الله كده للصعود لدوري المحترفين باذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا شغالين يعني من بدايه شهر 8 بدانا فتره الاعداد، كنا بنبص على بعض الولاد الناشئين بتوع النادي، وبعد كده بدانا فتره الاعداد لينا. بنشتغل في فترتين، فتره صباحيه وفتره مسائيه، وبدانا فتره المباريات الوديه من اسبوعين، وماشيين بشكل متدرج في فتره الاعداد. الكابتن ياسين مظبطين نسقين الاحمال البدنيه والشغل الفني والشغل الخططي في انتظار برضو بعض التدعيمات، وباذن الله يبقى موسم خير وموسم طيب على نادي المريخ باذن الله. نتفاوض معاها، احنا لسه ما خلصناش، فان شاء الله احنا يعني عندنا كام اسم خبرات وشباب، فلسه بنحاول نقيم ونشوف يعني مين اللي هيبقى الانسب لنا الموسم ده. لكن اللي موجود معايا حاليا حارس 2003 محمد عبده، ده ان شاء الله ده حاجه مبشره بالخير، وان شاء الله يبقى مستقبل لنادي المريخ. سمعنا عنه لعيب كويس، حارس كويس ما شاء الله، ده ان شاء الله هيبقى مستقبل لنادي المريخ. وان شاء الله يعني احنا قدامنا بتاع 4-5 حراس بنفوض فيهم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا حضرتك عارف اللغط اللي كان حاصل موضوع المجاميع، الامور هتمشي ازاي، مش عارفين مجموعه واحده مجموعتين، فطبعا كل حاجه يعني كل حدث حديث. عرفنا طبعا الموضوع دلوقتي بقى بالنسبه لنا خلاص تقريبا شبه رسمي ان المجاميع بقت مقسومه، كل مجموعه 10 فرق، فتقريبا حاجه شبه السنه اللي فاتت بس على مستوى اعلى. فتقريبا يعني لو حضرتك تفتكر وقفنا مع حضرتك نفس الوقفه دي برضه السنه اللي فاتت، وقلت لك احنا جاهزين وان احنا على صعود، وكان معانا فرقه زي ابو فؤاد، فرقه زي الشرقيه. المريخ طبعا نادي كبير واسم كبير. المريخ تقريبا من 12-13 سنه كان نزل بس كانت مره، قلت لحضرتك اول مسافه ما هننزل على طول هنرجع، والحمد لله رجعنا مركز اول على فرق كبيره، فرق زي مدينه الشرقيه، نادي الشرقيه، نادي ابو فؤاد، هيئه كبيره. الحمد لله المريخ رغم زي ما حضرتك عارف طبعا ضعف الامكانيات وقله الامكانيات، بس المريخ طبعا اسم كبير ومعانا جهاز فني كبير، كابتن ياسين، معانا لعيبه كبيره، لعيبه محترمه. عملنا انا شايفه انجاز كبير السنه اللي فاتت، وقفنا على كان زماننا في المحترفين على تفاصيل صغيره جدا. حصل اصابات في الماتش، يعني حاجات لا داعي ذكرها دلوقتي، بس هو ده القدر. هنعوضها السنه دي. والله احنا بدأنا الماتشات الودية بناء على طلب الكابتن محمد ياسين، هو اللي بيطلب المباريات الودية. لعبنا نادي الرباط، هنلاعب بكره ان شاء الله جنوب سيناء. الاسبوع الجاي عندنا ماتش مع الجمارك، عندنا ماتش مع كهرباء اسماعيليه، كل اسبوع عندنا ماتشين. فاحنا ماشيين بتعليمات الكابتن محمد ياسين، بنعمل له ماتشين كل اسبوع ان شاء الله. بالنسبه لكابتن الصفقات، خلصت الصفقات ولا لسه؟ الصفقات في ان شاء الله في حارس مرمى جاي بكره ان شاء الله، هنخلص معاه ان شاء الله باذن الله. من الدرجه ان هي كانت مش عايز نعرف انديه ايه؟ لا كان بيلعب ممتاز به. كان بيلعب ممتاز به. وفي حاجات كتير شغالين فيها ان شاء الله هتخلص الاسبوع الجاي. بالنسبه للهجوم، خط الهجوم، وفي خط الهجوم في لاعب جاي خط هجوم كان هداف مجموعته السنه اللي فاتت ان شاء الله، ده جاي برضو الاسبوع الجاي ان شاء الله. كل حاجه نخلصها الاسبوع الجاي ان شاء الله. التقرير اللي حضراتكم شفتوه، التقرير الجميل ده، اتمنى كل التوفيق لنادي المريخ، القلعه الرياضيه الثانيه بعد النادي المصري في بورسعيد. الحلقه اللي جايه ان شاء الله هنتكلم عن نادي بور فؤاد بقياده طبعا الجهاز الفني الجديد الكابتن احمد العجوز. بنقول بالتوفيق ان شاء الله لنادي المريخ بقياده الكابتن محمد ياسين المدير الفني، وبرئاسة الكابتن أحمد جوهر رئيس نادي المريخ. شكرا، والى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله. كان معكم عمرو عمار.